يا عيني على أكلة التراثية الدمشقية الشامية الصالحنية. يا عيني اللي بتذكرك دائما بأجواء الشام وبتذكرك بأمك، الله يطول لنا بعمرها. بعدولي هيك، هلأ صار وقت التشمير هيك، وهلأ بدنا نمسك هيك ونحر. يا عيني على هالقمح اللي رايح شوربة، عن جد شوربة، واللحمة اللي رايحة مرهم. شوفولي هالهريسة، لا بخار ولا دق بالهاون ولا طحن ولا شي، رايحة نيفة. يعني بأمانة هي الهريسة ما بتستحق اللايك والهيك، وتزبطوا لنا الفيديو وتشيروه لأصدقائكم حتى هيك تدعمونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميع متابعيني بأي مكان وأي زمان. اليوم جايتكم بأكلة تراثية دمشقية شامية بحت صالحنية، هي هريسة اللحم. بس أنا اليوم عاملة كمية هي بمناسبة، بس أنا رح أشرح لكم لكيلو واحد شلون الطريقة اللي بدنا نعملها. بتمنى تتابعوا الفيديو للآخر لأنه في كتير أسرار لازم نعرفها لحتى تطلع معنا الهريسة أو الهريس باللحمة ناشحة 100%. أنا معي هون شقفة لحمة بعظمة، هي وزنها كيلين وشوي، لأنه أنا بدي ساوي كمية القمح كيلين، لأنه دائما نحنا الكمية اللحمة لازم تكون نفسها كمية القمح. هلا انتم بترجع لكم، بتحبوه اقل بتحبوه اكثر، انتم بترجع لكم، بس اذا بدكم تاخذوا هريسه ناجحه لازم دائما تكون اللحمه والقمح يكون مثل بعض. هلا هون انا مثل ما شايفين غسلتها منيح 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 مي بارده. ما بنغسل اللحمه بمي سخنه، ليش؟ لانه المي السخنه بتخلي الدم يتشربك اكثر باللحمه، وغير هيك بتزيد البكتيريا باللحمه. مشان هيك دائما بنصح، هي معلومة علمية يعني مو انه من عندي، دائما بنصح انه اللحمة تنغسل بمي باردة وتتنشف بفوط المطبخ منيح منيح لحتى نتخلص من كل الشوائب اللي فيها. واخر شي بعد ما غسلتها ونشفتها شقيتها هيك شوي بالسكين، وعندي هون الصينية حاطط لها قصديرة بدنا نحطها هون، بدنا نشويها. طبعا انا ما بدي اشويها على الاخر، بدنا نسلقها بعد الشوي. انا هون اللحمه حطيتها من السفل، بدي اشويها اول شي من هذا الطرف، ومعي هون مي بدي احط لها مي مشان ما تنشف معنا اللحمه. كت لها شويه مي، وبدي كت لها شويه زيت كمان مشان ما تنشف معنا، تضل طرية اللحمة. ونحن من محمين الفرن على درجة حرارة 200 من فوق ومن تحت، وبدنا نشويها لحتى بس تتأمر معنا ونرجع بنقلكم شو السبب. أنا معي هون القمح، والقمح لازم يكون قمح مقشور بهذا اللون أبيض. هلا في قمح بيقولوا لك مقشور بس لا، بلونه أصفر، هذا ما بيشتغل للهريس. بدنا قمح هيك يكون أبيض وبهي الحبة، شايفين؟ هذا بيشتغل للهريسة. هلا نحن بعد ما حطينا اللحمة بدنا نغسل هون القمح، وهلا انا وياكم رح خطوة خطوة رح نمشي مع الاكلة لتطلع معنا ناجحة. هلا انا هون غسلتهم منيح 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 لصارت المي تبعهم رايقة، ما عاد في شوائب. وأنا هون نقعتهم مي سخنة، لكل كيلو قمح بياخد 4 لتور من المي، بس أنا هون حطيت 3 لتر بس، لأنه اللتر اللي ضل بدنا نحتاجه لغير قصة. بس هي المي أبدا ما بنستغني عنها، لأنه بدنا نرجع نستخدمها وقت نشوف القمح بحاجة هو عم ينسلق. وطبعا ليش ما بدنا نستغني؟ لأنه النشويات الموجودة بالقمح والبروتين باللحمة هي اللي بتساعدنا لتشبك الهريسة. هلا هي خلصت انتهت، اخذت معنا يعني شي نص ساعة، من سفلة ربع ساعة، من وجهها ربع ساعة. وانا هي الطريقة ليش بعملها؟ مشان نحافظ على العصارة اللي بقلب اللحمة وبتطفي زنخة اللحمة. هلا فيكم اذا لحمة عادية تقلوها بالطنجرة كتير تمام، بس انا حبيت قليها بالفرن لانه هي كبيرة، بقى لقيت الطريقة السهلة وحبيت اعلمكم عليها اذا كان معكم هيك شقفة لحمة. وانا هون بدي احطها بهي الطنجره، حط لها مي بارده حصرا. هلا انا ليش بدي احط مي بارده؟ مشان اللحمه تشد شوي وتحافظ على العصاره اللي بقلبها، واذا فيها شويه زفره
تطلع معنا الرغوه البيضاء هي اللي دائما بنشوفها على الوجه اللحمه. هلا بس حابه اورجيكم، شايفين ميتها ما احلاها وما طلع منها ابدا، يعني هل شوي هدلون من ايمون بس، شايفين ما احلى هالطريقه، ابدا ما بتتعذبوا. لكيلو لحمه بدهم لترين ونص من المي. هلا بعد ما انتهينا من الرغوه البيضاء بدنا نحط لهم الباقه العطريه. معي هون 3 بصلات بقطعتهم. البصل كتير كتير بيعطي زرافه للحمه وبيسرع من استوى اللحمه. وعندي هون كم ورقه من الورق الغار كمان، وعندي هون شويه من العصفر وشويه من الهيل الناعم، يعني مع الأصغيرة شويه تكون هيك جبل، ومع الأصغيرة من الفلفل، وشوي من بهارات البردقان كمان بتعطي للحمه كتير ظريف، طعمه طيبه وما بتخلي اي شوائب باللحمه. هلا هون انا صفيت المي اللي طلعت من القمح، بس طريقه معنا حبه القمح رح نحطهم هون فوق اللحمات. هلا هون بعد ما حطينا القمح عندي هدول الميات اللي نقعت فيهم، رح نحط نرد شوي منهم. هلا هون بعد ما خلصنا كل شيء، بس لتغلي معكم المكونات منيح بنغوص على الاخر مثل وقت تهدوا الرز، يعني على الاثنين، وبنغطيها وبنتركها حوالي 3 ساعات. بس طبعا كل شوي وشوي بنطلع عليها بنحركها مشان ما يلزق شيء بالسفل، واذا ناقصها مي بنحط لها من هدلون الميات. عدنا. انا عندي هون اللحمه استوت، بدنا نشيلها ونحطها على جنب لحتى تبرد. عندي هون معلقه سمنه طعام للكيلو القمح، وعندي هون بصلاي كمان مفرومه ناعمه، بدنا نقليها مثل وقت نساوي للشوربه، بنقلبها لتستوي ومنطشها فوقهم. هلا بنحط لهم شويه ملح مشان دغري يستووا معنا ويدبلوا ما يطولوا معنا. انا هون عندي استوت البصله وبدنا نحطها فوق هدلون. وعندي هون لحمه منسرتهم ناعمين، طبعا مو هي الكميه بس بدي ورجيكم اياها. بدنا نحطها هلا نحن عم نخفق، انتو قد ما بدكم بتحطوا، انا ما بدي احطها كلها ناعمه، بدي احط شوي ناعمه وشوي خشنه مشان تشبك معنا الهريس. هلا هون اجا دور البهارات. عندنا هون كمون ناعم بس ما بدنا نكتر كتير لانه الكمون بيفقص وبيغمقها. معنا هي المعلقه، يعني للكيلو بتحطوا له نص معلقه او معلقه صغيره. وعندي هون معلقه ملح، كمان الملح حسب الرغبه، بنحط على الدواء كمان نفس الشيء. وعندي هون كمان نص معلقه فلفل لاني انا حاطط لهم قبل. انا هون خلطته بمي سخنه لانه اذا حطيناه فورا فوق الهريسه بصير عندنا تكتلات، مشان هيك بنخلطه بمي سخنه. هلا اللتر القمح بياخد معنا 6 لتورة ونص من المي، بس نحنا حطينا 5 لتورة ونص مع اللحمة والقمح، وتركنا اللتر على جنب مشان نخفق فيهم البهارات. بس انتو اذا بتحبوها اطرى من هيك فيكن تزيدوا، بتحبوها اجمد من هيك فيكن تنقصوا، بس انا عطيتكم العيارات اللي تطلع فيها الهريسة ناجحة 100%. وانا هون بعد ما كتيتهم حركتهم، وبدكم تضلوا عم تحركوا فيهم تحريك مستمر لحتى تتفتح معكم حبة القمح منيح وتشبك وتطلع معكم مثل ما بدكم. بتذوقوا الملح والكمون وانتو بتعدلوا مثل ما بدكم. هلا هون نحن حطينا لهم كل مكوناتهم، واللحمة مثل ما شايفينها ما شاء الله، شايفين شلون شابكة مع القمح. وهلا هون بنضل عم نحركها هيك لحتى تشبك كلياتها مع بعضها، وحطينا لها كمية المي اللي نحن بنحتاجها. وهلا بنشوفكم وقت التقديم. هلا اجينا هون ساكبينهم، نحن بدنا نحط لهم شوية فلفل، عندي هون شوية كمون كمان بنرش لها شوي على الوجه، وعندي بقدونس مفروم وشرحات ليمون بنحط على الطرف. هيك تمام. في ناس بتحط لها فقسة سمنة، بس انا لاني حاطة بقلبها ما بفضل مشان ما تطلع كتير دسمة. وهلا بقلكن انتهى فيديو هذا اليوم. لا تنسونا من الشير واللايك وسبسكرايب وتفعيل زر الاشتراك ليوصلكم كل شي جديد. سلام.